أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا، ويلا بينا. تخيل نفسك واقف على حافة خطوة جديدة، يعني هتبدأ شغل جديد، امتحان، عرض قدام الناس، أو حتى تجربة شخصية. بيبقى قلبك بيدق كأنه بيجري ماراثون، دماغك شغالة ما بتقفش، صوت داخلي بيقولك جرب، ممكن تنجح، وصوت تاني بيهمس أقوى، هو أنا ممكن أفشل؟ طب لو فشلت هيحصل إيه؟ والتساؤلات ما بتخلصش. فتقنع نفسك بقى إن الأسوأ مش هتبقى فكرة الفشل نفسه، لأ، الأسوأ إنك تفشل قدام الناس، قدام كل العيون اللي هتراقبك، وكل الأفواه اللي مستنية تقول شفت، ما قلنا هيفشل، كنا عارفين على فكرة. المشهد ده انت لو عشته قبل كده فانت اكيد عارف يعني ايه حماس يطفي من قبل ما يبدأ. انا حاسة بيك، فخلينا نحكي شوية. احنا كبشر بطبيعتنا بنهتم في بعض الحالات بنظرة الناس لينا، يمكن اكتر من اللازم كمان. في ناس بتحبك بجد هتفرح لنجاحك فعلا، لكن برضو في ناس هتفضل تنتظر لحظة وقوعك لأسباب نفسية أو اجتماعية أيا كان. لكن خلينا برضو ما ننكرش اننا ساعات بنكبر حجم الامر ده في دماغنا قوي، بنديله اكتر من حقه، لان الحقيقة معظم الناس مشغولة بنفسها وبمشاكلها اكتر ما هي مشغولة بيك. وانت فعلا لا قدر الله لو فشلت فعلا، انت بعد فترة قصيرة جدا صدقني هيكون الموضوع بالنسبة لهم مجرد حاجة عابرة. لكن احنا اللي بنحمل الفكرة على كتافنا كأنها حكم مؤبد. بس عارف، الخوف اللي بجد الخوف قدام نفسك، هنا الموضوع بيتغير كتير. لو فشلت قدام الناس انت ممكن تبرر، ممكن تقول مثلا هما مش فاهميني، مش عارفين ظروفي مثلا. لكن لما اقف قدام المراية واواجه نفسي مفيش مبررات، ساعتها بيجي الاحساس القاسي جدا، وانا خذلت نفسي، ما كانش ينفع ده يحصل، ما كانش ينفع. اللحظة دي مؤلمة جدا، مؤلمة جدا جدا، لأنها بتكسر الثقة اللي بينك وبين نفسك. تحس ان كل الكلام اللي قلته عن الشجاعة والطموح مجرد كلام فارغ. اللي بيخلي الإحساس ده أقوى بقى هو انك ما تقدرش تهرب منه. ممكن تبعد عن الناس، ممكن تقفل تليفونك، ممكن تعمل أي حاجة، ولكن مش هتعرف تسكت صوتك اللي جواك، صوتك اللي بيحاسبك، مش هتقدر. لكن الغريب في القصص دي بقى ان احيانا اللي بيخوفنا مش نتيجة الفشل خالص، لا، اللي بيخوفنا بتبقى الرحلة نفسها، التجربة نفسها. التجربة دي معناها مواجهة مع قدراتي الحقيقية، مع احتمالية ان انا اكتشف ان انا لسه مش جاهز، مع اسئلة صعبة مش عارف ارد عليها. وفي الخلفية طبعا في صوت بيردد جملة شفت، قلنا انك هتفشل. للأسف الجملة دي مؤذية جدا، مش عشان حقيقة على فكرة، لكن لأنها قادرة تغرس جواك شك يخليك توقف قبل ما تبدأ. في اللحظة دي انت عقلك بيشتغل وكأنه بيحميك من الألم، فيقولك خليك في مكانك، على الأقل كده انت مش هتتوجع. صح؟ غلط. اللي انت ما بتفكرش فيه هو ان ثباتك في مكانك وجمودك ده هو برضه نوع من الفشل، بس فشل هادي وبطيء شوية، بيستهلكك يوم ورا يوم. والحقيقة اللي مش بنشوفها من كل ده هو ان الفشل مش النهاية، الفشل علامة انك حاولت بس. اللي ما بيجربش بيعيش وهم الأمان، لكنه في الحقيقة بيضيع فرص كتير جدا عليه. تعالى كده لو بصينا على قصص أكبر الناجحين في العالم هتلاقيهم مروا بلحظات فشل صعبة جدا. في ناس خسرت كل فلوسها، وفي ناس اترفدت من شغلها، وفي ناس اتقالها بكل وضوح انت ميؤوس منك، انت مش هتنجح، لكنهم كملوا وصدقوا حلمهم. والسبب مش انهم ما كانوش خايفين، بالعكس كانوا مرعوبين جدا، بس الفرق انهم استخدموا الخوف كدافع ليهم بدل ما يخلوه عائق ليهم. اعرف ان الفشل بيعلمك حاجات النجاح ما يعلمهالكش، بيعلمك الصبر، يعلمك تعدل خطتك، يعلمك تكتشف نفسك اكتر واكتر.
في النهاية عاوزة اقولك، لو لقيت عقلك بيقولك ما تحاولش عشان ما تفشلش، رد عليه وقول له انا هفشل اكتر لو ما حاولتش، لان التجربة حتى لو ما جابتش النتيجة اللي انت عاوزها هتديك خبرة، هتفتح لك باب جديد، او على الاقل هتخليك عارف حدودك الحقيقية بدل ما تفضل عايش في التوقعات. وافتكر دايما ان نظرة الناس ليك هتتنسي بسرعة، لكن نظرتك لنفسك لو ما حاولتش هتفضل تلحقك طول العمر. فخد الخطوة، خد الخطوة حتى لو قلبك بيترعش، لان الشجاعة مش انك تكون مش خايف، لا، الشجاعة هي انك تتحرك رغم الخوف اللي بتحسه. وبس كده. الحلقة خلصت، بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.